هذه هي تاع المانيا وفرنسا قالت لتبون دور دار، هذه هي قالوا له دور دار، هذه هي دوكا بصبع اي واحد يهضر قول له دور دار يدور، دوكا قولوا بلع ما عندكمش باش تقابلوا الناس باش تعرف الموقف تاع سنصال سجنوه، ما سجنوه لا ذهبوا للكيان الصهيوني الاسرائيلي، ما سجنوه لا على انه فرانكو الجيريان يكتب في لو بوان وكذا، ما سجنوش كامل على هذوك، سجنوه على فقط قضيته من قضيه الصحراء لا اكثر ولا لا اكثر. لازم تفهم بلي انه هذا السيستم هذا يحكم على الاخر على قضيه موقفك انت من الصحراء لا اكثر ولا اقل. انا غدوه انور بهذا الكلام العيوب كامل اللي فيا نقول لهم بلي عندكم الحق في هذا الموضوع نولي انا مليح. فهمت كيفاش؟ ما كاش منطق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تخرج أنت رئيس أوكي جهة تنفيذية تتدخل في عمل القضاء وتقول عليه باللي مجهول الهوية ومجهول النسب وسبيت منطقة كلها ما سبيتش هذا الشخص فقط. عائلة بأكملها. وبعدها تجيك لفتة إنسانية وتخرج هذا الإنسان. الآن حتى الشياطين ما عندكمش باش تقابلوا. ما عندكمش باش تقابلوا ونتكلم لك هذه اللغة نقول لك علاش؟ أنه هؤلاء يأتمرون بأوامر شواكرهم اولا، ثانيا انه هؤلاء ما عندهمش انه قانون واضح ومبدا واضح، ثالثا الان واش قال بوعلام صنصال كله يبان باللي كان معاه الحق. انا هذا واش نفهم لانه انت والا هذا ما عبدش بالوحده الوطنيه. انا واحد يعبد بالوحده الوطنيه كيفاش نتعامل معاه؟ الواحد اللي يعبث بالمعلومات من الدين بالضروره ما نقدرش نتعامل معاه. واحد اللي انت يهدد لك الكيان ديالك والوحده كيفاش تتعامل معاه؟ اذا هذا الانسان تطلقه وتخلي انت تجديد مسكين شاب سلاحه الكلمه يقول كلمه تخاف منه، علي بالحاج يقول كلمه تخاف منه، انا بلغيت ما نتفقش معاه. مهما داروا دقيقة مهما داروا ماهيش راح تكون كيما التهم تاع سنصال. كيفاش حيشيتوا دوكا اللي كاين شي يتبون كيفاش؟ انا هذه اللي حاب نفهم. قال لك بان الجزائر البارح بدا شيتا ان الجزائر حكمت هذا خونا